مرض شاب ثري، والده من أشهر رجال الأعمال، فجاء إلى قصره أكثر من طبيب، ولم يتوصل أحد منهم لمعرفة سبب مرضه أو إيجاد علاج له. وعندما اشتد عليه المرض نادى على والده وقال له: إن سبب ما أنا فيه هو حبي الكبير لفتاة فقيرة، ولا أستطيع أن أحصل على موافقتها على الزواج بي، فقد علمت أنها تريد شابا ملتزما يتقي الله، وأنت تعرف أنني لا أداوم حتى على الصلاة. حزن الأب كثيرا بعد سماعه لكلام ولده، وفي نفس الوقت غضب غضبا شديدا من الفتاة، ثم قال لابنه: غدا ستأتيك راكعة وسوف تتزوجها. في نفس اليوم أرسل الأب أحد رجاله لوالدي الفتاة، وأعطى لهما مالا كثيرا، فوافق على زواج ابنتهما دون رغبتها. ثم استدعى مأذون المدينة ليعقد القران، وسأله: هل زواج ولدي بفتاة دون أخذ موافقتها يصح؟ قال المأذون بعد أن استلم مبلغا كبيرا: يصح طالما وافق ولي أمرها. وبعد قليل جاءت الفتاة، وكان الشاب ينظر إليها بحب كبير، فوجدها تنظر إلى السماء وتبتسم. وعندما سألها الشاب عن سبب ابتسامتها رغم الحزن الواضح على وجهها، قالت له: كان يجب على والدي أن يرحم ابنتهما ولا يبيعاها مهما كان الثمن، وكان يجب على المأذون أن ينطق بالحق ويخبرك بأن زواج الإكراه باطل، وكان عليك أن ترفض مثل هذا الزواج. لقد غر أبي وأمي طعام الدنيا فسلماني لك، والمأذون طمع في مالك وخافك ولم يخف الله عز وجل. وأنت أيها الشاب العاقل رأيت شفاءك في زواجك مني دون رغبتي، ولكل هذا لا ملجأ لي غير ربي، فرفعت رأسي إليه راضية بقضائه. فقط أذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. تأثر كل من بالقصر وبكى الجميع بعد سماعهم لكلام الفتاة. وقال الشاب لأبيه: يا أبي، خير لي أن أموت بمرضي من تدمير قلب فتاة طاهرة بريئة. ثم سمح للفتاة بالمغادرة هي ووالديها بما أخذ من مال، وطلب من أبيه أن يحضر له شيخا يقوم بتحفيظه القرآن ويذكره بأمور دينه وكيف يكون شابا تقيا. وبعد عام واحد تغير حال الشاب تماما، وأصبح يقيم الصلاة في أوقاتها، ويصوم أكثر الأيام، ويقوم الليل، ويدعو الله في الثلث الأخير أن يقبل توبته ويثبته على ما هو عليه. وعندما وجد نفسه أهلا للفتاة ذهب مع والديه لخطبتها. وكم كانت سعادة الفتاة وأسرتها بقدومه، ووافقت على الزواج به، وعاش في سعادة ورضا من الله سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. شاب تقي يعشق عمل الخير مع أهله وجيرانه وكل من يعيش معه داخل حي شعبي،
ينصح العاصين ولا يتأخر عن أحد إذا ما طلب مساعدته. عرف من شقيقه الأصغر أن أكثر من شاب يتعاطى المخدرات، وقد أثر ذلك على صحتهم ويعرضهم للمساءلة القانونية، فذهب إلى بعضهم وتحدث معهم بكل هدوء عن مدى تأثير هذه السموم على صحتهم، وأنهم بتعاطيهم يغضبون الله ويبتعدون عن طريقه المستقيم الذي يوصلهم إلى الجنة. ومع الأيام وكثرة لقاء هذا الشاب بهؤلاء المتعاطين استطاع أن يؤثر عليهم حتى أقلعوا عن التعاطي، وأقنعوا الكثير من أصدقائهم حتى تاب الكثير منهم. واستطاع هذا الشاب أن يقنعهم بالالتزام بصلاة الجماعة داخل المسجد. علم تاجر المخدرات بما قام به الشاب، فأراد أن يلقنه درسا صغيرا حتى يبتعد عن زبائنه وعن طريقه. وبعد مراقبته لمدة يومين علم أنه يحمل دائما حقيبة يد صغيرة يضع فيها مصحفه وبعض النقود والأوراق وزجاجة عطر، ويترك هذه الحقيبة بجانبه أثناء الصلاة. فدخل هذا التاجر المسجد عند أذان الظهر، وأثناء صلاة الشاب للسنة استطاع أن يفتح الحقيبة ويضع بها قطعة صغيرة من المخدرات. وكان قد طلب من صديق له أن يبلغ رجال الشرطة ليأتوا أمام المسجد بعد الصلاة. وعند خروج الشاب بعد الصلاة فوجئ برجال الشرطة يفتشون حقيبته ويخرج منها قطعة المخدرات وسط ذهول الشاب، الذي نظر إلى تاجر المخدرات وقال له: حسبي الله ونعم الوكيل فيك أيها الظالم. تم حبس الشاب ظلما، ومع ذلك لم يقتنع أحد بأن هذا الشاب يتعاطى أو يتاجر في المخدرات كما أشاع التاجر ليشوه سمعته، بل وقف الجميع بجانبه. وبعد أيام قليلة، ولأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فقد تعرض التاجر لحادث سيارة فقد بسببه يده اليمنى، وأصبح مقعدا على كرسي، كما ساءت أحواله وتعرض لأخطار كثيرة هو وأبنائه. وعندما اسودت الدنيا في وجهه ذهب إلى أسرة الشاب واعترف أمامها وأمام أهل الحي بأن الشاب بريء، وأنه هو من وضع المخدرات في حقيبته، وطلب منهم أن يسامحوه ويطلب من الشاب أن يسامحه. بعد هذا الاعتراف خرج الشاب من محبسه بعد إعلان براءته، ودخل التاجر مكانه ليأخذ عقابه عن ظلمه للشاب وكل من دمره بالسموم التي يوزعها. وشكر الشاب ربه وقال لكل من جاء يهنئه: أذكركم بحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال أيضا: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام.
فتاة تتمتع بأخلاق طيبة وبقدر كبير من الجمال. تعرفت في السنة النهائية لها في الجامعة على معيد شاب ميسور الحال ووحيد والديه، واتفقا على الزواج نهاية العام الدراسي. وبعد إعلان النتيجة مباشرة ونجاح الفتاة، تم زواج الشاب من الفتاة، وعاشا معا في سعادة تامة لمدة عام. وبعد هذا العام بدأ الزوجان رحلة الذهاب إلى الأطباء وإجراء التحاليل لمعرفة سبب عدم إنجاب الزوجة. وبعد عام كامل أخبر الأطباء الزوجة أنها من الصعب أن تنجب. لم تيأس الزوجة ولجأت إلى الله بالدعاء وهي راضية بقدرها. وفي أحد الأيام دخل عليها زوجها وأخبرها بأنه يريد دهان الشقة ولا بد من نقل محتوياتها، وأنه استأجر لها شقة بجانب أسرتها لتعيش بها حتى ينتهي من التجديدات في الشقة التي يمتلكها. عارضت الزوجة فكرة تجديد الشقة لأنها ما زالت جميلة، ومع إصرار الزوج وافقت الزوجة وانتقلت للشقة الجديدة. وبعد أيام علمت أن زوجها تزوج في الشقة التي تزوجت بها، فحزنت كثيرا وكادت أن تموت من الصدمة. وعندما التقت بزوجها عاتبته لأنه لم يخبرها بنيته في الزواج، فأخبرها بأنه خاف على شعورها وأنه يريد إنجاب طفل، خاصة وأنه وحيد والديه، وأقنعها بأنها ستظل حب عمره. وبعد أشهر علمت الزوجة أن زوجة زوجها حامل، وفوجئت بزوجها يأتي إليها ويخبرها بأنه سوف يطلقها لأنه سيصبح أبا وستزيد المصروفات عليه ولا يستطيع أن ينفق على بيتين. ومع أن الزوجة تعلم أن دخله يكفي لفتح 4 بيوت، طلبت منه باستعطاف وتوسل عدم تطليقها لأنها تحبه كثيرا. وبالنسبة للمصاريف أخبرته بأنها ستعمل قريبا في وظيفة حكومية سعى لها والدها فيها، وحتى تأتي الوظيفة سيتكفل أهلها بها، إلا أنه لم يهتم بتوسلاتها وقام بتطليقها 3. سلمت الزوجة أمرها لله، وظلت تقيم الليل كل ليلة وتدعو الله أن يثبتها ويزيدها صبرا. وبعد شهر من طلاقها استلمت وظيفتها الحكومية، وبدأت العمل والخروج من أزمتها النفسية. وفي العمل تعرفت على زميل لها لم يسبق له الزواج، وقد شعر بارتياح لها لأدبها والتزامها واعتزازها بدينها. وعندما طلب منها الزواج أخبرته بأنها مطلقة وعقيم، فابتسم وطمأنها بأنه يريدها كما هي، وأنه قد حلم بها وبجمال صفاتها وأخلاقها من سنوات، وتم الزواج بالفعل. كان الزوجان لا تفوتهما صلاة، ودائما يقومان الليل معا ويراجعان القرآن يوميا. وبعد مرور 3 أشهر شعرت الزوجة بألم شديد، فأسرع بها الزوج إلى الطبيب، وبعد الكشف والتحاليل أخبرهما الطبيب بأن الزوجة حامل في 2 شهر. لم تصدق الزوجة وطلبت من الطبيب أن يتأكد، فابتسم الطبيب متعجبا وأكد لها الخبر السعيد، فأغمي على الزوجة من الفرحة. وعندما أفاقت سجدت لله شكرا وحمدته على نعمه وفضله، فقد عوضها بصبرها الجميل بزوج أحن عليها من والديها، وبمولود لم تكن تحلم بمجيئه، وبوظيفة كانت سببا فيما تحقق لها من خير. وكلما جاءها أحد يبارك لها ابتسمت وذكرته بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. أما زوجها الأول الذي ظلمها فقد ساءت علاقته مع زوجته، وتحولت الحياة بينهما إلى صراع كبير ومشاكل دائمة، لأنه أراد أن تكون زوجته مطيعة وطيبة القلب وراضية مثل الزوجة الأولى، وعندما لم يجد ذلك فيها كرهها وكره الدنيا بما فيها طفله الذي تمناه، وظلم زوجته الأولى من أجله، وتمنى أن يعود إلى زوجته الأولى، ولكنه علم بزواجها وإنجابها وسعادتها فندم أشد الندم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم